وذكر المصنف وفقه الله جملة من اللحون الشائعة في الأخطاء الواضحة في قراءة الفاتحة، فقال: ومن الخطأ الشائع في قراءتها كسر دال الحمد لله، أي بأن يقرأ الحمد لله، والصحيح ضمها، أي بأن تقرأ الحمد لله. قال: ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا كسر لام العالمين، أي بأن تقرأ العالمين، والصحيح فتحها، أي بأن تقرأ العالمين. قال: ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا تخفيف ياء إياك، أي بأن تقرأ إياك. قال: والصحيح تشديدها، أي بأن تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. قال: ومن الخطأ الشائع في قراءتها كسر النون الأولى من نستعين، أي بأن تقرأ نستعين، والصحيح فتحها، أي بأن تقرأ نستعين. قال: ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا كسر باء نعبد، أي بأن تقرأ نعبد، والصحيح ضمها، أي بأن تقرأ نعبد. قال: ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا فتح ألف اهدنا، أي بأن تقرأ أهدنا الصراط المستقيم. قال: وهي مكسورة عند الابتداء بها، أي إذا ابتدأت بها تقول اهدنا الصراط المستقيم. قال: ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا كسر لام وياء الذين، بأن تقرأ الذين، والصحيح فتح اللام وسكون الياء، بأن تقرأ الذين أنعمت عليهم. قال: ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا إسكان تاء أنعمت، يعني بأن تقرأ صراط الذين أنعمت عليهم. قال: أما ضمها أو كسرها فلحن قبيح، أي بأن تقرأ أنعمت عليهم أو أنعمت عليهم، فهذا من أقبح اللحن وأسوأه لتغييره المعنى. قال: والصحيح فتحها، بأن تقرأ أنعمت عليهم. قال: ومن الخطأ الشائع في قراءتها أيضا فتح راء غير، بأن تقرأ غير المغضوب عليهم. قال: والصحيح كسرها، أي بأن تقرأ غير المغضوب عليهم. وهذه الأخطاء الشائعة مما ينبغي أن تعتني بمعرفتها لتحذرها، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل العمل إذا كان خالصا على وجه محسن، والإحسان في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بشيء من هذه الأخطاء الشائعة. فالواجب على العبد مع قدرته أن يحرص على تصحيح تلاوته، ولا يغرنك أنك تقرأ بها منذ 30 سنة أو أكثر أو أقل، فالخطأ خطأ. فالصلاة ليست ميراث الآباء والأجداد، الصلاة دين الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، فالواجب على العبد أن يتعلمها، والواجب على أئمة المساجد أن يجتهدوا في تعليم الناس سورة الفاتحة، لأنها أم صلاتهم، فأعظم ما في الصلاة هي قراءة الفاتحة، فينبغي أن يتعاهدهم تارة بأن يتلوها فيقرأها تامة على وجه التعليم، وتارة بأن يلقنهم إياها بأن يقرأها ثم يقرأ بعدها، وتارة بأن ينبههم على الأخطاء الشائعة واحدا بعد واحد، وتارة بأن يعقد حلقة تلاوة يشتركون فيها جميعا لتصحيح الفاتحة، فإنه من أعظم الأعمال.